فيديو النهاردة شباب هشرح عن بلبل التنين الساحق من بيبليد اكس، واللي اسمه يا شباب درين باستر. وطبعا يا شباب دوت اول اصدار من بلابل اليو اكس، وبيجي يا شباب معاه جهاز اطلاق ريبكورد بلون اسود، والريبكورد دوت لونه ازرق كحلي، فصراحة حلو. وادي العلبة من ورا، وزي ما قلتلكوا اسمه درين باستر يا شباب. وطبعا هو من نظام اليو اكس العادي، ومن النوع الهجومي دوران يميني. والميزة الخاصة يا شباب واللي هي ان ليه حرفيا منطقة سيف بتخليه يعمل بيرست لبلابل الخصم. فاول قطعة معانا واللي هي البليد، وطبعا البليد يا شباب هتلاحظوا ان عندها يعني اول حاجة عايز اقول لكم ليها منطقة سيف ضخمة بتعمل ضربة كي او. وطبعا هنا عندنا بقى منطقتين دول يعني حرفيا بيخلوا البلبل غير متوازن. واما هنا يا شباب ففي هنا مناطق احتكاك للهجوم، وطبعا يا شباب دي بقى المنطقة الكي او اللي بتعمل منها ضربة السيف القاضية اللي بتخليه يعمل بيرست. واما عندنا هنا الشعار البلبل، واللي هو غريب ان هو عبارة عن تنين بياكل سمكة، مع انه صراحة حلو بس هو غريب. وعندنا هنا تقييمات 70 الهجوم، 20 الدفاع، و10 التحمل. والراتشت واللي هي 160، واللي هي شباب بتتميز بمنطقة واحدة بس وطولها 60 ملم. فطبعا الراتشت ديت ليها منطقة واحدة عشان تتناسق مع المنطقة برضو الواحدة اللي مع البليد، فبيعملوا ضربة كي او خارقة. وطبعا هنا عندنا تقييمات 17 الهجوم، 9 الدفاع، 4 التحمل، 60 الطول. والبت يا شباب واللي هي بت اكسل. وطبعا شباب البت ديت هجومية زي ما احنا عارفين. والبت كمان يا شباب بتتميز بيه انها اول بت في بيبليد اكس ليها 16 خط. وطبعا البت كانت نفس بت فلات تقريبا، لكن هي عندها يعني حرفيا قطع فلات، يعني حرفيا هي قاعدة فلات ولكن جواها فتحة، وهي نفس بت فلات لكن القاعدة أصغر شوية من بت فلات، فدوت بيفرق يا شباب. وطبعا عندنا هنا الهجوم 40، و10 الدفاع، و10 التحمل، و40 السرعة، و80 مقاومتها للبيرست. وهنا بيراونا يعني جهاز الإطلاق، هو أصلا نفس جهاز الإطلاق ببليد إكس، لكن الريبكورد هو بس لونه كحلي. وعلى فكرة الريبكورد يا شباب يعني هو مرن شوية عن بقية الريبكوردز، فدي حاجة مميزة فيه. وطبعا يا شباب الفرق بين بلابل البي إكس واليو إكس هما الاتنين نفس القطع، البليد والراتشت والبيت هما 3 قطع البلابل، لكن الفرق الوحيد في البليد. طبعا في بلابل البي اكس كانت ال3 مناطق دول حديد، ولكن هما في بلابل اليو اكس 3 مناطق دول بقوا بلاستيك. فحرفيا يا شباب ده بس الاختلاف، توزيع الوزن بقى لبره مش لجوه زي بلابل البي اكس. فبس هي دي تقنية بلابل اليو اكس، وحتى انا شرحت عنها اصلا من زمان. فبس كده عارف ان فيديو برضو كلاسيكي. وصحيح ملاحظة على فكرة البلبل بيقدر يتغلب على البلبل وايفرن جيل اللي هو التنين المجنح. المهم يا شباب فيديو النهاردة كان كلاسيكي لان حرفيا الافكار عندي بدأت تنفذ. وحرفيا شباب احنا النهاردة بدأنا جدول التنزيل، واللي هو السبت فيديو طويل، والاثنين والاربع شورت، والجمعة فيديو طويل. وطبعا شباب هننزل يعني بصوا هو احنا حاليا هننزل ما بين 4 ل4.5، لكن من يوم الجمعة فيديو يوم الجمعة هينزل من 2 ل2.5. يعني من يوم الجمعة هنبدأ بقى اي فيديو هينزل على القناة هينزل من الساعة 2 للساعة 2.5. فبس كده يا شباب ده ابتداء من يوم الجمعة.
فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اكتبوا لي في التعليقات هل البلبل ممتاز، يعني انتوا لو جاتلكوا فرصة تشتروه ولا لا. صراحة هو البلبل ممتاز، لكن ناقصه حرفيا التوازن. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعل الجرس بتاع يوصلك اشعارك كل فيديو جديد. وبس كده، مع السلامة.